ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ مطبخ سعطية بيقول لكم اهلا وسهلا. وان شاء الله النهاردة انا بقدم لكم السيرفيس الجميل ده عبارة عن حمام محشي رز، وكمان طبق الرز بالخلطة بالمكسرات جميل جدا جدا. انا طبعا من زمان ما نزلت لكمش فيديوهات طبخ، اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم باذن الله. احنا طبعا هنعمل الفيديو على مرحلتين. المرحلة الاولانية اللي هنبدأ فيها دلوقتي هي مرحلة حشو الحمام، والمرحلة اللي بعدها هي مرحلة الرز بالخلطة. انا بجيب طاسة بحط فيها بصلتين مفرومين زي كده، بحط فيها شوية زيت طبعا، بس طبعا الزيت طلع قليل فانا هزود شوية زيت كمان. وبعد كده بعد ما احط شوية زيت كده هبدأ اقلبهم لحد لونهم ما يبقى يعني دبلانين كده شوية، واحط عليهم 4 فصوص توم ابشرهم، او يا تبشري انا بشرتهم، انت عايز تبشريهم عايزة تقطعهم بايدك مفيش اي مشكلة خالص. 4 فصوص حلوين كده عشان التوم بيبقى حلو جدا مع الكبد والقوانص، وكمان بيدي ريحة حلوة في الحمام او في اي حاجة عموما. يعني التوم بيبقى جميل في الاكل والله. بعد لونهم ما يبقى زي ما انت شايفة كده بكون انا منضفة طبعا وغاسلة كويس قوي الكبد والقوانص والقلوب بتاعت الحمام. بفتح القلوب واغسلها، وطبعا الكبد والقوانص ما بقطعهاش خالص، بسيب كل كبدة لوحدها وكل أنثى لوحدها، بحيث ان كل حمامية احط لها كبدتها وأنثتها والقلب بتاعها، لان لما بقطعهم بيتوه في الرز وما بعرفش مين اللي خدت ايه. عندي البهارات بتاعتي، بحط حتة قرفة خشب، بحط شوية جوز الطيب، بحط 7 بهارات وملح وفلفل، وكمان شوية هحط شوية كمون، وانا كمان بحط الرز هحط لكم شوية قرفة ناعمة. اذا هي دي البهارات اللي انا بستخدمها. بشوحهم كده مع بعض، وبعد ما يتشوحوا كويس قوي على نار نص ونص بنزل بشوية مية عشان اسيبهم بقى مع بعضيهم كده يستووا ان شاء الله. انا بسويهم تسوية تقريبا شبه كاملة، يعني تقريبا 90% من التسوية او 80% من التسوية. هنا في نص التسوية شوية بدأت احط شوية كمون، وبدأت كمان، هو المفروض كنت احط الكمون في الاول، بس الحقيقة كنت مستنية لما افرمه في الكبة. وكمان وانا بحط الرز ان شاء الله هحط شوية قرفة. كده خلاص دخلنا في التسوية. ركنتهم على جنب لما ينشفوا شوية، وبدأت أعمل الرز بتاعي بتاع الحمام. ده الرز اللي أنا هسوي بيه الكبد والقوانص للحمام. حطيت شوية زيت، وكنت غاسلة الرز ومصفيه، حطيته يتشوح شوية مع الزيت. بعد كده هنزل عليه بالخليط بتاع الكبد والقوانص اللي أنا كنت مسوياه أهو زي ما انتم شايفين. بص بقى اللون، الصوص ده هيدي للون الرز اللون البني اللي أنا عايزاه، اللي هو اللون الجميل ده. طب مش هيبقى بني قوي، بس هيبقى لونه جميل قوي. كمان انا بحب قوي قوي احط حبة قرفة ناعمة مع حشوة الحمام. والقرفة دي انا بفرمها عندي في البيت، يعني بجيبها خشب وافرمها في الكبة بتاعة البهارات، بتبقى حلوة جدا ولا فيها رمل ولا فيها اي حاجة. وطبعا بسوي الرز تلت تسوية، مش نص تسوية، كمان تلت تسوية. هو كده خلاص استوى تلت تسوية، بفضيه في صينية واسيبه يبرد لحد ما اظبط حاجات تانية يعني. هنا حشيت الحمام كله بتاعي، بس انا سبت لكم واحدة عشان اوريها لكم. سايبه الراس فيها بس قبل ما احمرها بشيلها. بعمل الصوابع كده، بعمل الرز كده زي الصوابع، وانا فاصله طبعا الجلد عن اللحم، وبزق كده بصبعي بحيث ان انا افردهم بعد كده. ودي طريقة سهلة جدا للحشو، بيبقى انك بتعملي الرز صوابع كده وبتدخليه بين اللحم والجلد، بس مش كتير طبعا عشان ما يفرقعش معاكي، مع انه فرقع معايا في الاخر وهتشوفوا ازاي يعني. بعد كده بتحطي جوه بقى شوية رز مع كبدة مع أنثى مع القلب، وتظبطي كل حاجة. طبعا الراجل وهو بينضفوه الحقيقه بهدل الحمام، معلش انا اسفه، لان الحمام اتبهدل فعلا، فانا اضطريت ان انا افتح لها فتحه عشان ايوه اظبط يعني كده، هي عادت سليمه يعني الحمد لله. ولقيت الرز قليل من ناحيه الرقبه، فزودت شويه صغيرين بحيث ان الحماميه ما تبقاش مليانه قوي عشان ما تفرقعش منك. دي نصيحة أنا بقولها لك، بس أنا الحقيقة أنا مليت في بعض الحمامات، مليتها شوية وفرقعت مني، فبعتذر لكم يعني، بس طعمه كان خطير جدا جدا. جبنا حلة بقى بعد ما حشينا الحمام، جبنا حلة وحطينا فيها مية وغليناها.
وحطينا فيها ورق لوري وبصلايه، وعندك طماطميه حطيها، ما عندكيش ممكن تحط شويه صلصه يكونوا اللي هم بتوع اللي انت بتبقي مسبكاهم عندك في البيت. وحطينا ملح، وهنا حبهان ورق لوري والفلفل الاسود، بس كده. وبتغطي عليهم لما بيبدأوا يغلوا معاكي شوية، بتبدأي تهدي النار نص ونص، وكمان توربي باب الحلة، غطا الحلة عشان ما يفرقعش معاكي. بس انا هوريكم المفاجأة في الاخر ان هو عمل معايا ايه. خلصنا من الحمام، نبدأ في الرز. جبنا بصلتين حلوين كده يعني وسط، وجبنا 5 6 7 فصوص توم حلوين برضو وبشرناهم، وشوحنا البصل. وجبت كيلو الا ربع كبد، بس ما بجيبش القوانص خالص، يعني انا ما بعملش الرز بالخلطة بالقوانص خالص، بعملهم بالكبد بس. وبشوحهم. وبحط بقى البهارات عندي: ملح، فلفل، جوز الطيب، 7 بهارات، كمون وقرفة ناعمة، وكمان ورق لوري وحبهان وشوية شطة صغيرين وقرنفل. بس طبعا بتحطي المقادير المظبوطة بحيث ان مفيش حاجة طعمها يطغى على حاجة. بعد كده لما بتشوحوا كويس قوي بزود ميه مغليه واغطي عليهم واسيبهم. دي بقى بسويها تسويه كامله، يعني الكبد دي بسويها تسويه كامله، لان دي هشيل منها جزء، يعني هحط التلتين في الرز والتلت بسيبه نجرنش بيه السرفيس في الاخر. هنا بقى هنعمل حلة الرز. جبت بصلتين كبار قوي، انا قلت لكم ان احنا هنستخدم بصل كتير. جبت بصلتين كبار لان انا هستخدم كيلو ونص رز زي ما قلت لكم. كيلو ونص رز عليه كيلو الا ربع لحمه. عايزه تحطي كيلو، قصدي كيلو الا ربع كبده. عايزه تحطي كيلو الا ربع او كيلو براحتك، يعني عايزه تحطي كيلو الا ربع كبده او كيلو كبده على الكيلو ونص براحتك. انا بعمل الرز بالخلطه بالبصل. بكرمل البصل زي ما انتم شايفينه كده، وبحط عليه شويه ميه يبدا يغلي عشان يطلع لي اللون. بعد كده بحط عليه الرز المغسول، وبحط عليه 3/4 الكبده اللي انا مسوياها بالصوص بتاعها، وبسيب الربع التاني عشان اجرنش بيه زي ما قلت لكم. انا بحترم اي حد بيعمل رز بالخلطه باي طريقه، بس هي دي طريقتي ويا ريت تجربوها، حلوه جدا والله وسهله، وما بيبقاش فيها سكر كتير. بس طبعا انا بحترم اي حد بيعمل اي طريقه، كلنا بنعمل اكل حلو قوي، وانا بحترم كل زمايلي، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. غطينا طبعا عبينا الشوربه، حطينا شويه شوربه بقى، ظبطنا شوربه الحمام، ظبطنا الرز والمقدار بتاع الميه بتاعته. هو الحمد لله مش محتاج اي حاجه، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، لان انا حاطه كل البهارات في الكبده. حطينا ميه مغليه على الزبيب بتاعنا، والزبيب نقيناه وغسلناه، حطينا عليه المية المغلية، وكمان اللوز عشان يبدأ القشرة تقب كده ونقشره. عايزة اقولك بقى الرز هنا ما تسيبوهوش لما المية تنشف خالص وتبدأي تقلبيه، لا، ارفعي الغطا وشوفي، هتلاقي فيه مقدار مية، تبدأي تهدي عليه النار وتقلبيه من تحت ومن فوق عشان ما ينشفش منك ويعمل قعر. تهدي عليه النار وايدك وعينك عليه على طول، يعني هتغطيه. بعد شوية هتكشفيه تاني، هتلاقيه محتاج حاجة هتزوديه. هنا بعد شوية لقيته برضو قلبته كويس قوي من فوق ومن تحت عشان ما ادلوش فرصة يعمل قعر خالص. خلي بالك لان الرز اللي بالخلطة بيعمل قعر بسرعة. هنا انا دقته لقيته محتاج شوية مية، زودته شوية مية وشوية شوربة صغيرين بتاعت الحمام، وحطيت له حتة زبدة وسبته بقى مع نفسه لحد ما استوى وريحته طلعت ان هو استوى جميل، بس على نار هادية. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكبده فيه ريحتها وما بتتهريش ولا حاجه، ما حدش يقول الكبده بتتهري. هو كده الرز استوى وركنته على جنب خلاص الحمد لله. عايزه اقول لكم مفاجاه الحمام بقى. انا طبعا طمعت، وبعد ما كنت حاطه 7 حمامات رحت حاطه 3 كمان بقوا 10. فطبعا الحله كانت ضيقه عليهم، الحله المفروض كانت تاخد 5 بس، فانا في 3 يمكن سبتهم في الحله بقى، مش الحشوه بتاعتهم طلعت خالص، وفي بعض الحمامات هنا فرقعت مني. فعشان كده بقولك ما تغلطيش غلطتي وتحط حمام كتير في الحله، يعني يكفي 5 حمامات. عايزه تحطي 10 يبقى 5 في حله و5 في حله. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا ستر وبقولك يعني عشان مع ان عارفه، بس يلا جت كده المره دي. بس برضو بيتحمر، والرز لما بيتحمر كده بيبقى طعمه حلو قوي، مقرمش وجميل. الف هنا وشفا.
حطينا عليه، حمرناه كله هو بس فيه 3 في الحلة، وحطينا عليه الملح والفلفل وركناه برضو على جنب. هنا بقى نشفت بعد ما قشرت اللوز ونشفت ميته في الميكروويف، حمصته في حتة زبدة وصفيت الزبيب وبرضو حمصته في حتة زبدة، بيدي ريحة وطعم حلو جدا جدا. هنجرنش بيهم الرز بالخلطة. على فكرة الرز بالخلطة ده بينفع أكلة لوحده تماما. شفتوا بقى هنا الكبد موجودة وطعمها فلة ولون الرز وشكله تحفة. وهنا بقيت الكبد اللي أنا مخلياها، والزبيب واللوز وشوية كزبرة خضراء هظبط بيهم برضو، والحمام وشوربة الحمام. هنبدأ بقى نرص صينيتنا بألف هنا وشفا. وقولوا لي رأيكم بجد. هنبدأ نرص الصينية بتاعتنا، جبنا السرفيس بتاعنا الكبير، هنبدأ نطلع الرز. خطير جدا، لونه وريحته يجنن، ومليان كبد. رصينا مليناه الحمد لله رب العالمين. ألف هنا وشفا يا رب. بدأت أرص الحمام بتاعي. أنا طبعا كنت هحط 7 حمامات، أنا ما كنتش عارفة أحطهم يعني المفروض كنت أحطهم كده، بس أنا بقى إيه، أيوة أظبطتهم يعني. ما تضحكوش عليا وانا برص لان كنت متلخبطه قوي. ايوه بس ظبطتهم الحمد لله في الاخر، حتى في واحده معوجه وواحده معدوله ظبطتها. ايوه جميل قوي كده وشكله طعمه يجنن والله. حطينا بقى بقيه الكبده، بتبقى طعمها محدش يقول لي بقى فيها اي حاجه، خطيره جدا جدا جدا. والزبيب طبعا هنجرنش بيه بقى زي ما انتم شايفين، طعمه بيبقى رائع جدا. وكمان اللوز. انا عايزه بس حد يقول لي ايه رأيكم فيه بجد. اشكركم جدا طبعا اللي تابعني لحد الوقت ده من الفيديو، بشكره جدا جدا. معلش انا مش متعودة احط فيديوهات طويلة، بس بجد الفيديو يستاهل لان هم اكلتين في بعض وحلوين جدا، فمعلش اعذروني. الخضرة بتاعتنا الكزبرة الخضراء، حطي بقى اي حاجة تجرنشي بيها يعني زي ما انت عايزة. اقول ليمون عشان شوربة الليمون. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى انها تكون عجبتكم الاكلة الحلوة دي. وطبعا انا بعتذر لكم لإطالة الفيديو، بس الحقيقة الفيديو يستاهل. انا شايفة ان الاكلتين تقال، وعلى فكرة تشرفك جدا جدا على سفرتك. يعني لو قدمتي السرفيس ده على سفرتك يشرفك جدا جدا قدام ضيوفك. والف هنا وشفا لكل اللي اكل. وطريقته سهلة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ومن طريقتي، او اكون انا عرفت اوصل لكم الشرح كويس عشان تعرفوا الطريقة. وصدقيني جربي بطريقة البصل المكرمل، هيديكي نتيجة هايلة جدا. وشكرا وباي.